السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات عائشة. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم الطريقة ديال صبغ هاد بيت النعاس بطريقة جد مبسطة وبتكلفة قليلة، أقل تكلفة. غادي نشارك معكم بالخطوات وكل حاجة غادي نستعملوها، غادي نقول لكم الثمن ديالها. نتوما كيف كتشوفوا هو راه شويه مكرفس، كانوا فيه هاد اللعيبات خشب لاصق وحيدتهم اللي مزيانين ما حيدتهمش، وهكا غادي ملي غادي نصبغوه غادي يجي مزيان ان شاء الله. وكيف كتشوفوا راه شويه مقشر، غادي نحاولوا اننا نحكوه. اول حاجه ضروري غنحكوه باش ان هكا يتشد لنا الصباغه بسهوله. اول حاجه كنستعملوا هذا الورق الاسود 180، هو شويه حرش، هو اللي غادي نحكوه به. غتاخذوا واحد 5 دراهم. انا قلت لكم كل حاجه غنستعملوها غادي نقول لكم الثمن ديالها. دابا غادي نبداو نحكوه كامل مزيان. ضروري من الاحسن انكم تديروه في شي سطح اولا شي بالكون يكون كبير ولا شي حاجه، باش هكا حيت الغبره هذه كطير صراحه. وديروا شي كمامه باش هكا ما تطلعش معكم الغبره. صافي كنبقاو هكا مستمرين كنحكو، خصنا نحكوه كامل حتى كيبهت اللون ديالو هكذا، ما كيبقاش داك البريو. هكا كتشد لنا الصباغه بسهوله، ما كيبقاش داك اللون هاد المارو يبان. دابا نبقاو مستمرين هكا. ضروري تكون مساعده ديال شي واحد، حيت ما يمكنش غادي بيت الناس كامل راك عارفين شحال فيه كتكون فيه من بياس. انا دابا راني مزربه الفيديو، ولكن غادي نكملو كامل ان شاء الله وغادي نرجع معكم. وهاو بعد ما حكيتو كامل، المهم راه ما كيبانش في الكاميرا مزيان، المهم راه محكوك. ها هما البيبان حتى هما حكيناهم حيدناهم وحكيناهم. الكوافوزات كلشي نتوما كيف كتشوفوا الغبره كيف كتكون في الارض. داكشي قلت لكم من الاحسن انكم تطلعوه لشي سطح باش هكذا تكون التهويه ما يتكرفسش لكمش البيت. كلشي حتى الجوانب ها نتوما كيف كتشوفوا حتى كيوليو حرشين على هذا الشكل هكذا، باش هكا كتشد لينا كيف قلت لكم الصباغه بسهوله. من بعد كنجيبوا شي مكنسه شطابه اولا شي زيت. المهم غادي نمسحوهم بالزيت هو الاول. الشطابه هي الاولى. كنحيدوا ديك الغبره اللي كتكون كبيره، ضروري نحيدوها باش ملي نجيو نصبغوا ما توسخش لينا الصباغه. من بعد غادي نجيبوا شي زيت يكون نقي ونعاودوا نمسحوه ندوزو عليه مزيان. وهذه هي الصباغه اللي غنستحملوا ديال الاطلس. كيف كتشوفوها هي صباغه لامعه، ضروري تكون لامعه باش كيكون فيها البريو. كدير 38 درهم، 760 الوحده. كل وحده فيها كيلو. غنستعملوا جوج غادي يكفيونا. ونستعملوا هاد القرعه ديال الزيت ديالو كيعطيوك معاهم مع هاد. كدير واحد 10 دراهم. وهاد الشيته على هذا الشكل هكذا كدير واحد 13 درهم. وهذه كدير 7 دراهم. صراحه هذيك الاخرى اللي كدير 13 درهم غادي تساعد بزاف في الصباغه، ما كتاخذش وقت، دغيا كتصبغ وكتجي الصباغه مقاده ماشي بحال الشيته غادي نستعملوها غير في القنات اللي ما غاديش توصلهم هذيك الشيته الاخرى، ما عرفتش شنو كيقولوا لها الاسم ديالها. المهم صافي غادي نحلو الصباغه، نحلو بالطاس ما غاديش نخلطوهم بجوج. هذا الاول غادي نديرو به الكوش الاول. ضروري حتى غادي نديرو جوج كوش حيت اللون قهوي، ضروري خاصو جوج باش يلاه يبان في الابيض مزيان. صافي كنخويوه مزيان هكا يكون خاتر. وكنزيدو عليه شي شويه ديال هذاك الزيت، ما نستعملوش بزاف ديال داك الزيت باش ما يجراش وما غاديش يبان لينا اللون. غنديرو غير واحد القطره تقريبا واحد نص كاس بحال هكاك في هذا الكيلو. صافي وكنحركوه مزيان بشي عصانه ما تبغيش ساقينا واحد الحديده وغلفناها بالميكا باش هكا ما كتطلقش لينا داك الصدى. صافي مباشره كنمشيو نصبغوا. هاد الشيشه كتكون فيها بحال البونجه كتشرب الصباغه بزاف، راه كدوز لينا حتى نص. ملي كنديروا غير وحده كنفسكوها راه كدوز لينا حتى نص ديال الجهه اولا ديال الماريو نتوما كيف كتشوفوا. مازال نعاودوا عليها دابا. قلت لكم خصكم تحكوه مزيان باش دغيا كيبان لينا اللون. نتوما هذا غير الكوش الاول، زعما مازال ما عاودناش. صافي غادي نكملوه وغادي ندوزو المهم نفس الطريقه غادي نكملوا في كل شيء. هذا نشارك معكم حيت هذا اللي غادي ندوزو فيه الشيته. هذوك الجوانب ما غاديش توصلهم هاد الشيته الاخرى.
غادي نستعملوا هاد الشيته الصغيره اللي قلت لكم ديال 7 دراهم، الا غندوزو على هاد الجوانب. معليش واخا نقيسو هادوك اصلا غادي نعاود ليهم انايا اللون. صافي كنبقاو مستمرين بحال هكذا حتى كنكملوه كاملين هاد الجوانب، وحتى دوك القنوته اللي كاينين في الناموسيه نتوما غتشوفوهم. ومن اي بلاصه ما كتوصلهاش الشيته الاخرى غادي نستعملوا هاد الشيته الصغيره. وكذلك كنضربوا هاد القنوته. صراحه راه حاجه ممتعه اننا الواحد يصايب الحاجه ديالته بوحديتو، وما كتاخذش معنا تكلفه بزاف. كيف كتشوفوا انتم الصباغه قلت لكم الثمن ديالها 38 درهم، جوج تقريبا شي 75 درهم بحال هكذاك. المهم هادشي كامل غطاح علينا بشي 100، شي 120 درهم تقريبا. كلشي هادشي اللي غادي نستعملو تقريبا شي 120 درهم، حيت مازال غادي نستعملو حتى الصباغه ديال النقري ارجونتي اللي غادي نديرو بها دوك اللعيبات اللي كاينين في البيبان. صافي بنفس الطريقه كنصبغوا حتى البيبان. كيف كتشوفوا انا كنصبغ بسهوله، هذه كتصبغ لينا ما كتعذبناش الصراحه وكتصبغ مزيان. وصافي بعد ما كملنا الكوش الاول كيف كتشوفوا هذا راه الكوش الاول، واخا راه عاطي الصراحه حيت خلينا خاطره شي شويه. حاولوا انكم ملي تكونوا كتصبغوا ما تخلوش دوك الدميعات يهبطوا باش ما يضيعوش لكم الشكل ديال الصباغه. نتوما كيف كتشوفوا خليوها حتى كتولي حتى كانها كتشد راسها ماشي كتيبس بزاف، ولكن المهم كتشد راسها شي شويه. عاد من بعد نعاودوا لها الكوش الثاني نفس الطريقه ونرجع لكم ان شاء الله. ها ما بعد ما عاودنا لهم الكوش الثانيه نتوما كيف كتشوفوا بدا كيبان مزيان، واخا راه مازال ما نشفش مزيان. هذاك الشيء قلت لكم يكون شي سطح ولا شي حاجه حنا خفنا نطلعوا للسطح او نخرجوا من البالكون طيح الشتا. عارفين دابا الجو كيكون متقلب شي شويه، داكشي علاش صبغناهم غير في وسط الدار. هانتوما كيف كتشوفوا راه بان فيهم الصراحه اللون كيجيو زوينين، اللون الابيض كيعطي جماليه الصراحه وكيعطي تلوسعيه. هانتوما حتى الكوافوز راه مازال ما ناشفينش مزيان. المهم خلي وحده بالشرجر محلول، اولا حاولوا تخليوهم نهار كامل عاد من بعد تمونطيوهم هكذا. كتاكدوا انكم ما غاديش تحردوهم ولا شي حاجه. صافي من بعد غادي ندوزو باش غادي نصبغوا دوك الحديدات وداك الشيء ديال هذا. كنستعملوا هاد الصباغه هذه كدير 7 ديال الدراهم. صراحه راه صغيره ولكن راه كفاتني وشاط لي اكثر من النص. سميتها شعاع اطلس، كدير 7 دراهم كيف قلت لكم. وهاد الشيته كدير 5 ديال الدراهم هي اللي غنصبغوا بها. صافي دابا ندوزو مباشره. هذه الصباغه ما كتحتاج لا تخلط لا حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا اللون ديالها. غادي دابا نصبغوا هاد الحديدات لانه دوزت عليهم بالبيض. انا بغيتهم يجيو في داك الارجونتي كيجي زوين الصراحه.
مع الابيض كيجي مواتي. صافي داكشي علاش اختارينا شيته صغيره باش انه غادي ندوزو غير هاد الجنيبات. صراحه تجربه اول مره غادي نجربوا اننا نصبغوا شي حاجه، عمل مشترك. انا والزوج ديالي الصراحه كيجي زوين هاد الشيء هذا وممتع. الواحد يكون ما خدام ما تابعو حتى شي حاجه باش هكا كيصبغ بالاريحيه ديالو. انا صبغت كلشي حتى دوك اليدين وكلشي صبغتهم بهذا اللون هذا، باش كيجيو مواتيين. وغادي نشارك معكم النتيجه النهائيه. نتمنى تخليو لي الاراء ديالكم كيف جاكم. دابا نخليكم حتى نكملوا كامل ونرجع لكم ان شاء الله في النتيجه النهائيه. وهذه هي النتيجه النهائيه كيف كتشوفوا كيجي رائع. هذاك اللون ديال الحيط راه ضروري غادي نغلفو بواحد بابي بانت باش باش يجي زوين. ما جاش مع هذا اللون ولكن الصراحه البيت النعاس عطى اضاءه زوينه للبيت وعطى حتى الوسوعيه وجا انيق احسن من داك اللون اللي كان اصلا ما كانش عاجبني. ومن بعد هذا هكا جا زوين الصراحه كيف كتشوفوها هي الناموسيه كي كتجي. صبغتهم كاملين هذوك اللعيبات بالارجونتي كيجيو رائعين. وهذه الكوافوزه الكبيره صراحه هي راه ما صبغناهاش درنا لها غير كوش واحد.